السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل قصر ثقافة الشاطبي. في يوم كان شديد الحرارة صراحة، لكن كان في يوم في نفس اليوم التقينا مع الشاعرة الموهوبة ومتعددة المواهب، صراحة متعددة المواهب في الإلقاء الإذاعي. أنا سمعتها تتحدث باللغة العربية الفصحى تضاهي الإذاعيين في إذاعة القاهرة والله وبدون مبالغة. كمان شاعرة فصحى متمكنة من الدرجة الأولى، وإلقاء له قبول شديد جدا في الجماهير الثقافية. الشيء بقى الأجمل إنها مطربة صوت أوبرالي متميز، حكم عليه المتخصصون. أنا لا أفهم في هذا المجال، ولكن حكم المتخصصون بأنها موهبة غير عادية. بنقول الشاعرة سهير إدريس، أهلا وسهلا بحضرتك في اللقاء النهاردة. اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا على التقديم الرائع ده. لا والله انت تستحقي اكتر من كده، لكن احنا في محطات هنقول عليها. المحطة الاولى، مين علمك الالقاء الاذاعي باللغة العربية الفصحى؟ هو طبعا بالنسبه للالقاء انا طبعا دي موهبه موجوده فيا اصلا. تمام. كمان كوني معلمه لغه عربيه، فاللغه العربيه طبعا الفصحى ليها طريقه معينه في النطق وفي الالقاء. وطبعا مخارج الحروف بتبقى برضو لازم ننطقها صح، الحروف اللثويه الحاجات دي طبعا لازم. فمش اي حد يقول فصحى، لان لازم يطلع مخارج الحروف صح. لا زلت تمارسين مهنه التدريس؟ طبعا ما زلت امارس مهنه التدريس. تمام. فانا الالقاء ده، وبعدين انا كنت بستمع برضو في التلفزيون ندوات فاروق شوشه طبعا والشعراء الكبار، يعني ده لما اثقلت الموهبه طبعا ده مش لا غبار عليه. لكن انا يحزنني في القنوات الفضائيه المصريه الاذاعيين والمذيعين والمذيعات يتحدثون بلغه عاميه بصراحه رديئه، وبصراحه عايز اقول شعبيه وغير مقبوله. هل ده يليق بمصر، ولا احنا عايزين نطلع بمصر بالناس المثقفين الموهوبين في الالقاء، الموهوبين في اللغه العربيه؟ طب كمان المحطه الثانيه، انا عشان بس مش عايز اطول في الفيديو. المحطه الثانيه بالنسبه للشعر باللغه الشعر الفصحى، بداتي باول بدايه ليكي الشعر، ومين اللي قال لك ان انت هتبقي شاعره كويسه؟ هو طبعا كان الداعم ليا في الاسره، هو كان والدي طبعا. طبعا معلم كبير معلمين برضو، بس ماده الدراسات، بس كان عاشق للغه العربيه. تمام. وكان بيسمعنا قصائد باللغه العربيه بالسيده ام كلثوم، اغاني قصائد. فطبعا نمى فينا هذه الموهبه او هذا الحس الرائع طبعا. كذلك لما رحت طبعا نوادي الادب كلهم اشادوا بادائي في الالقاء طبعا. بالاضافه طبعا ان الشعر الفصحى ليه نمط معين في الالقاء، في صعوبه طبعا. فلازم برضو يكون موزون، ولازم يكون برضو بطريقه طبعا لائقه طبعا. الموهبه الثالثه اللي هي خاصه بالصوت الاوبرالي، ممكن تقدم لنا حته للجمهور ولا ده صعب؟ لا ماشي، مفيش مشكله. خلي وشك للكاميرا. ماشي. ويا ريت تقربي لنا الكاميرا شويه عشان تسجيل الصوت. ماشي. Si l'amour est, je suis moi, je suis moi, ni l'amour est, l'amour est. الله، انا سمعت طبعا صوت جميل قوي، وانا سمعت جيسوي لموا ده يعني جيسوي لموا يعني انا اكون لموا طبعا الفرحه او طبعا البهجه. أضفيت الفرحه علينا في اللقاء دوت. احنا بنشكر حضرتك جدا، وانا عبد الله عبد الظاهر عضو في نقابه علميين يحيي الجماهير، وارجو ان الجماهير تعلق على الفيديو دوت. بصراحه مصر نقول عمار يا اسكندريه، عمار يا مصر موهبه. واحنا اتفضلي. ان احنا لازم
لازم نهتم باللغه العربيه الفصحى. انا حاسه انها بتندثر، احنا أيوة. عايزين اللغه العربيه تاخد وضعها. احنا بنجد مثلا في الدول العربيه يتكلمون اللغه اثناء السير في الشوارع وفي المحال التجاريه، ويقدسون اللغه العربيه. نعم. لابد علينا ان نقدس اللغه العربيه ونحترمها ونعطيها شانها ونرتقي بها ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، ونتمنى لك المزيد من التفوق والنجاح. شكرا استاذه سهير ادريس، شكرا بك. شكرا ليك. مع السلامه.